عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في قناتكم المتواضعه بيسره. اليوم خواتاتي جبت لكم وصفه نتاع الكسكس البربوشه في منطقه الشرق خنشله. نقولوا لها البربوشه. تجي بسم الله ما شاء الله بالدجاج والخضره، تجي هايله. تبعوني باذن الله تستفادوا من الوصفه. درك عندي حبيباتي الكسكس كل واحد واش يحب يدير. انا اليوم عندي عرضيه، درت كيس غير شوي. المهم حبيباتي ها هو وقتي الكسكس نبدا نسومه بالماء. انا هكذا نبدا ندير الطريقه تاعي، ندير ساع الماء بسم الله. مازال شوي. اذا حبيباتي نكمل الماء اللي عندي هكذا يا البنات. راني سبنت البربوشه تاعي نحطها اكوطي ما بين ما تشرب لي الماء هذا، ومن بعد تشوفوا الخطوات التاليه. ها تخليوها هك، ما تخافوا ما والو، ماهيش مبلوله ياسر نورمال. ها هي كتي لازم تشبع شويه الماء وتخليوها حبيباتي بجانب. بالنسبه حبيباتي للمرقه نتاعنا تاع الدجاج واش عندي؟ بالنسبه للمرقه البنات كما قلت لكم عندي الطراف نتاع الدجاج. ها ماكتي كما قلت لكم حبيباتي انا اليوم عندي عرضيه. ها هو كي نديروا الدجاج تاعنا يا البنات. والسر اللي يخلي المرقه نتاعك سيداتي تجي خاثره هي حبه نتاع البصل تكون كبيره مع زوج سنينات تاع الثوم يكونوا كبار. بسم الله. يعني يا البنات هذا هو السر اللي يخلي المرقه تاعك تجي خاثره وتجي عراسي ما شاء الله. وش عندي يا البنات بالنسبه الفلافل التوابل، التوابل لي زيبيس. عندي راس الحانوت مغرفه تكون معمره بومبي، مغرفه بومبي نتاع الكركم، ومغرفه نتاع الملح على حسب الذوق يا البنات. دركا بالنسبه للزيت ندير 3 مغارف كبار خشبيه. درت يا البنات 3 مغارف نتاع الزيت هذو خشبيه ولا ما يعادل 6. انا نحب يا البنات نعطيكم قد المقادير. دركا اللوح والخضر عفوا نقلي يا البنات نقلي. دركا يا البنات جبت نقلي. شتو غلطت قبيل قلت لكم اللوح الخضر عفوا منكم، يعني ما كانش اللي ما يغلطش حبيباتي. هكذا نقليو بيان الدجاج تاعنا مع البصل هذاك الثوم الزيت ولي زيبيس. وبغيت نقول لكم حبيباتي معلومه، انا طوماطيش طماطم مصبره ما نلوحاش درك على حبيباتي حتى نطيب لي شويه الخضره نتاعي. مثلا انا المده تاع الطياب تاعي على حسب شويه طرف تاع الدجاج كبار 55 دقيقه، في 45 دقيقه نلوح ندير الطماطم باش طيب لي حتى هي شويه. فرات يا حبيباتي خاطر عليها البنات شتو لو كان ديروا الطماطم المصبره برك مع الخضر او ما يطيبولكمش كيما الزروديه السناريه مش حطيب لكم يا البنات. على هذاك يا حبيباتي ديروها في الاخير. يعني هذا وقالك الطبخ فنون وكل واحد والاسرار تاعو. انا نسيي نشارككم الاسرار الكل اللي تخلي الماكله نتاعك سيداتي بنينه وتحمر لك وجهك امام الضيوف نتاعك وقدام العائله نتاعك، وتجي الاكل تاعك بسم الله ما شاء الله. يعني حبيباتي هذا الكسكس، هذه الطريقه نتاع الكسكس التقليدي، البربوشه التقليديه الحره نتاع نساء الحراير. دركا يا حبيباتي بعد ما الدجاج تاعنا تقلى بيان نلوحو الخضروات نتاعنا باش يتقلاو حتى هما ويجيونا بنان. بالنسبه حبيباتي للخضروات واش عندي البطاطا. انا نديرها بالقشور تاعها ما نديرهاش بلا قشور خاطر تذوب لي البنات.
ندير السناريه اللي هي هذه السناريه الجزر، وندير الكورجات الجريوات يا البنات. بسم الله. نديروا الخضروات نتاعنا يا حبيباتي. طبعا بعد ما نكونوا غسلناهم ونقيناهم مزيان من القشور هذو نتاعهم، ونقليوهم هكذا شويه مزيان. دركا يا حبيباتي بعد ما تقلاو شويه الخضروات تاعنا نمرق بالماء يكون يغلي. هذا هو الماء حبيباتي يكون يغلي كما قلت لكم. نقولها ونعاودها، الماكله تاع الدجاج واللحم تتمرق بالماء يغلي. بسم الله. دركا نقويو على النار حبيباتي باش تغلي لنا المرقه نتاعنا، وراه يجي بسم الله ما شاء الله تجي عراسي يا البنات، تجي بنينه اخر. اللي يذوقها عندك يقولك دائما ديريها لنا وعاوديها لنا. دركا حبيباتي المرقه نتاعنا كي قريب ما تغلي نلوحو الحميصه. هذا هو الحمص حبيباتي، انا شريته بواط خاطرش اليوم راني مزروبه ولقيتو نيز طيبته شويه في الكوكوط. ها هي كتي الحميصه، يعني البربوشه الكسكس بلا حميصه ما هو كسكس. الحميصه تزيدوا بنه على بنه هكذا يا البنات. نخليوها تغلي، نقصوا عليها شوي ونخليوها طيب طيب على نار مهيله. طيب على نار مهيله غير كي نجيو نفوروا البربوشه احنا نزيدوا في الكانونه حبيباتي. بعد ما غلات المرقه نتاعنا حبيباتي نقص عليها ونخليها طيب. دركا يا الزينونات تاعي بعد كما قلت لكم بعد ما سومت الكسكس تاعي وبعد ما شرب هذيك الماء نتاعو، عفوا بعد ما شرب الماء هذاك تاعو، تفركوهم هك باليد. ها هو كتاوي ويتحل على حبه ما تخافوا ما والو. ندير حبيباتي الملح، نديرو شويه هكذا كميه لا باس بها باش ما يجيش الطعام تاعنا مسوس. هكذا يا حبيباتي ديرو هكذا، ونديرو قسم غرفه زيت. ها هي كتي الزيت يا حبيباتي ديرو قسم غرفه. شوفوا ها بسم الله. قسم غرفه فرات. ها وديرو هكذا، تدخلوا الزيت والملح في البربوشه هذيك تاعنا كامل. شوفوا ليكليراج كيفاه بين لي يدي كحله. خلاص ليكليراج تاع التليفون ناقص خلاص يا البنات. يعني رجع لي يدي معليش. مهم تستفادوا حبيباتي من الوصفه، هذا هو الرسمي. هكذا حبيباتي. ودركا نديرها في الكسكاس باش نحطها تفور بيان حبيباتي. معلومه انا بغيت نقول لكم بلي رانا البربوشه تاعي نفورها 3 خطرات. هاي هكذا، وهاي تجيكم على حبه يا البنات. تبعوا الطريقه هذه، يعني كل واحد كيفاه يدير. اخرين يديروا لها الزيت والملح ويسوموها، واخرين يديروا كيما انا، كل واحد كيفاه. المهم نستفادوا من بعضنا وفرات. ها هي كلي حبيباتي هنا البربوشه شوي مع الكليراج الضوء تاع ربي سبحانه. فتحت الطاقه كش ما تبان شوي. ها هي كلي البنات تجيكم على حبه، تجيكم بسم الله ما شاء الله. درك انا نديرها في الكسكاس. درك يا حبيباتي الزينونات حطيت البربوشه تاعي ولا الكسكس في الكسكاس وحطيته باش يفور الطفيره الاولى. حبيباتي الطفيره الاولى بعد ما نزلت عليها الكسكس نتاعنا يجي بسم الله ما شاء الله كما قلت لكم. ها البنات يجي على حبه، ما يجي مكركت ما والو. درك يا البنات نبخوه بشويه ماء. انا عندي الماء هنا في الكاسرونه يكون بارد البنات، الماء لازم. بسم الله بخبخوه هكذا. هكذا فرات، ونحركوه هكا حبيباتي بالمغرفه، ونخليو حتى الطعام تاعنا ولا البربوشه تبرد شوي، يتنحالها شويه الفار هذاك البخار هذاك، ونعاودو نزيدو نفوروها لثاني مره.
هو وقت حبيباتي تستخدموا اليد طبعا بعد ما تبرد لكم البربوشه الكسكس نتاعكم شوي. وكما قلت لكم يا البنات انا نقولها ونكررها، نحبكم باش تتعلموا المبتدئات ان شاء الله تخليوها تبرد شوي تشرب هذاك شوي الماء ونعاودوا نفبروها للمره الثانيه. حبيباتي حطيتها باش تفور للمره الثانيه. عزيزاتي الكسكس نتاعنا نزلته هذه من التفويره الثانيه. درك حبيباتي نزيد نبخبخو بالماء. بسم الله نديرو هكذا، كل واحد راهو يعرف حبيباتي كيف يبخ، ما نقدرش نقول لكم المقدار. المهم ما تجيكمش مبلوله وما تخليوهاش يابسه في نفس الوقت، خاطر كي تخليوها يابسه حبيباتي من بعد المرقه نتاعكم كي تسقيوها تشرب لكم بزاف المرقه. وفي نفس الوقت اذا جاتكم مبلوله حبيباتي كي ديروا لها المرقه راهي تولي كارثه، تولي ما تحبش المرقه. اذا هذا هو الماء فرات، يعني ديروا المره الاولى وديروا في التفويره الثانيه فرات، الثالثه اي باينه هي الاخرى ما كان فيها والو. استخدموا اليد حبيباتي، خليوها هكا شتا سخونه، بصح تستخدموا اليد ديال البنات. كما قلت لكم حبيباتي ومام هي سخونه ديروه بيديكم باش تسييو تولفوا يديكم شويه السخانه. هاي هكذا يا البنات كما قلت لكم تخليوها تشرب هذاك الماء في نفس الوقت يخرج لها البخار تاعها، ونزيد باش نفورها للمره الثالثه. شوفوا حبيباتي المرقه نتاعنا المدلله الله الله كي قريب طيب، قلت لكم مازالوا لها 10 دقائق باش طيب. نديروا مغرفه نتاع الطماطم المصبره، انا ندير الخشبيه هذه لازم تكون مملوءه حبيباتي باش تجي المرقه نتاعنا تهبل هكذا يا حبيباتي. سيو ندخلوها بلا عقل برك باش ما تذوبلناش هذيك الخضره اللي عندنا. هكذا يا البنات. اذا حبيباتي هاي في الطماطم كما قلت لكم، هي ننفضها هذه مليح. دخلوها بيان حبيباتي في المرقه بلا ما تسيو يتقطعوا لكم هذوك الخضروات تاعكم. هكذا حبيباتي كما قلت لكم الطماطم 10 دقائق قبل ما تطيب لكم المرقه نتاعكم. كما قلت لكم طيب ساعه غير درجه 55 دقيقه، كي تعود ساعه غير 45 دقيقه ديروا الطماطم حبيباتي قبل التفويره الاخيره نتاع الكسكس باش كما قلت لكم يطيبوا تاكدوا بلي راه الخضروات تاعكم طابوا لكم. وفي نفس الوقت تزيد الطماطم تاعكم تطيب لكم في ال10 دقائق هذوك المتبقيين. دركا حبيباتي انا لحت الفلفل هذا القرون الاخضر ونزيد نلوح شويه من الاحمر هذاك جواوات. هو وقتي الاحمر جواوات حبيباتي هذا يجي حار ما شاء الله. ودركا يا البنات ودركا يا حبيباتي كما قلت لكم درت البربوشه تاعي ولا الكسكس ولا الطعام يتفور للمره الثالثه والاخيره. دركا حبيباتي هذا هو الكسكس تاعنا المدلل، الكسكس ولا البربوشه ولا الطعام بعد ما تفور للمره الثالثه والاخيره راه واجد معانا. شوفوا حبيباتي كيف يجي مسبسب، كل حبه وحدها، ما هو معجن، ما هو فيه هذيك الكركوته هذيك. دركا حبيباتي يعني الحبيبات هذوك راهو يجي بسم الله ما شاء الله. دركا بالنسبه للمرقه حبيباتي شوفوا كيف تجي خاثره بسم الله ما شاء الله. الخضروات طايبين زبده، دجاج طايب زبده مع الفلفل هذاك حار. دركا حبيباتي نتلاقاو في صحن التقديم، والريحه نتاعها ما نحكي لكمش حبيباتي راهي تعبقني في الكوزينه بسم الله ما شاء الله. مع اليوم الجمعه وعندي عرضيه، ويعني دائما بالجمعه باذن الله نكونوا درنا الطعام، يعني هذو من العادات نتاعنا خاطر الطعام يجي بنين وانا من العشاق نتاعو. اذا حبيباتي هذا هو الطبق نتاع الكسكس نتاعنا جاهز. شوفوا كيفاه جا حبيباتي يشهي، جا بسم الله ما شاء الله، جا بريزونطابل لحبيباتي لعرضياتكم المناسباتكم. الله يدوم علينا ان شاء الله الافراح والمناسبات. نتمنى حبيباتي الطبق يكون نال اعجابكم، وراه يجي بسم الله ما شاء الله يجي بنين اخر. شوفوا الدجاج طايب زبده، الخضروات طايبين زبده، يجي بسم الله ما شاء الله. نتمنى حبيباتي تكونوا تعلمتوا واستفدتوا من الوصفه هذه. واذا عجبتكم الفيديو ما عليكم غير ديروا لي جيم لي كومنتير، تابوناو عندي في الصفحات، بارطاجيو الوصفه بين اصدقائكم واهلكم. ونقول لكم مع السلامه في رعايه الله، وشهيه طيبه وجمعه مباركه.